يعني لذلك الآن نعيب الزمان ويعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. فلذلك الآن مين جانا هذا الأمر هذا؟ مين جات الضيق تاع النفس؟ مين جات الأمور هذه الأمور جات من البعد عن تعاليم الله. واش درنا حنايا؟ حنا نحينا هذاك الدفتر هذا اللي عطاه لنا ربي اللي هو كلام الله، نحينا حطيناه على جهة وحبينا نعيشوا حياة ماشي تاعنا، حبينا نعيشوا حياة بالتعاليم تاع الغرب. لقينا مؤثرين غربيين، لقينا ناس يبنيوا علينا كيفاش نعيشوا، ولينا نشوفوا الان افلام ومسلسلات ونماذج يوريونا الحياه كيفاش دايره، ولينا حنا نحبوا نعيشوا هذه الحياه، وتركنا الله تبارك وتعالى وتركنا التعاليم، ولينا نقراو كنحبوا نروحوا نقراو الناس يعطونا افكار من عندهم ويقولوا لنا هاي كيفاش لازم نعيشوا وهاي كيفاش لازم نعيشوا وهاي كيفاش لازم نعيشوا، ونسينا الله اللي ربي سبحانه وتعالى رسم لنا طريق وهو ارحم بنا من امهاتنا، ولازم نركزوا بانه ارحم بنا من امهاتنا. كي نقراو القران واش نقولوا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وراها واش نقولوا؟ بسم الله شكون هو الله؟ الرحمن الرحيم. علاش نقولوا بسم الله الرحمن الرحيم كي نقراو القران؟ علاش رايكم زعما؟ لاننا حنا نقولوا بسم الله الرحمن الرحيم، اي هذا الكلام اللي راح نقراوه بسم الله الرحمن الرحيم راهو جا من عند واحد راح يحيى، راهو جا من عند واحد ماهوش حاب يفسر الحياه، راهو جا من عند واحد ما راهوش حاسدك واش عطاك الله، راهو جا من عند واحد يرحمك انت وولادك وزوجك واهلك ووالديك ودراهمك وصحتك وكل ما تملكين، الله عز وجل يعطيك التعاليم اللي هي في مصلحتك اكثر من تفكري انت في نفسك. ولذلك كي نقراو القران مثلا خاصه الحواميم واش راح نلقاو دائما ربي عز وجل قلنا حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم الحكيم الحميد السميع العليم البصير. دائما يقولنا ربي هذا القران اللي تقراوه راهو جاو من عند واحد حنين عليكم، او جاو من عند واحد رحيم بكم، راهو جاو من عند واحد راهو دائما يعطيك التعاليم اللي تنفعك خير من اللي تنفع روحك انت. ولهذا ربي سبحانه وتعالى اكرمنا يعني بنعمه الدين، واكرمنا بلا اله الا الله. يعني الانسان اول حاجه يحمد الله عز وجل انه مسلم، ونعمه الاسلام التي نحن فيها الان انتم ربما ما راكمش تحسوا بها. علاه؟ لانه ورثناها. شو احنا رانا مسلمين بالجغرافيا ولا مسلمين بماذا؟ رانا مسلمين بطاقه التعريف. على هذيك نظن بلا الاسلام والامن والحمد لله ما شاء الله رانا عايشين. بس لو كان جاي يعرف الانسان قيمه الاسلام، ولما يشوف ناس تموت على غير لا اله الا الله، لما يشوف ناس تموت موش مسلم بوذي يعبد صنم، يدير المسكين عايش حياه بعيده عن الله سبحانه وتعالى، وبعد ذلك كيموت وكان ورا يسلك عند ربي عز وجل راح يزيد يعيش حياه واحده اخرى في جهنم، نسال الله السلامه والعافيه. وهذا الامر لما نشوفه احنا نقولوا الحمد لله انه ربي اعطانا كلمه لا اله الا الله، على الاقل كي نموتوا ربي سبحانه وتعالى تكون النهايه تاعنا في الجنه، ما نكونوش كفار، وهذه نعمه من الله عز وجل. ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام كان يقول دائما ذاق طعم الايمان، او في روايه ذاق حلاوه الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يعني اعظم نعمه انك انت تكوني راضيه وفرحانه انه ربي هداك الاسلام، وانه ربي عز وجل جعلك مسلمه، وانه في النهايه سياتي يوم ينتهي فيه كل شيء، ينتهي الالم وتنتهي الوحشه وينتهي الغربه. اللي راهو غريب ويتوجع من الغربه يجي نهار تنتهي، يجي نهار يجي يوم الحساب يوقفنا الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل انك ميت وانهم ميتون ثم انكم عند ربكم تختصمون. يعني كاين الحمد لله كاين حساب يوم القيامه. تصوروا اننا احنا اليوم يعني احنا لو كان تسالوا الناس كامل برا، نخرجوا برا نحكموا الناس نسالوهم، نقولوا نسالك سؤال كاين يوم القيامه؟ يقول كاين، ربي راح يحاسبنا كامل الناس راح يجاوبونا بهذه الطريقه. بهذه هي ورانا نطغاو، رانا نظلموا في بعضنا البعض. لو كان ندخلوا البيوت نلقاو الشيء اللي راه موجود نتاع كميه الغيبه والنميمه والاتهامات والبهتان والطعن في الاعراض الموجوده داخل البيوت بركه، الشيء اللي يدخل الانسان جهنم، نسال الله السلامه والعافيه. يعني انا نقول لهم دائما كان ربي ما يغفر لناش
الشيء اللي راه يصرى داخل البيوت بين اللوسه والعروسه والعجوزه وهذه والجاره وفلانه 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 مرت باباهم يعني شوف اشياء كل ما دائما تلقى المعركه قائمه. هذا الامر هذا واش يدير؟ دائما كاين التليفون والغيبه والنميمه. شفت اليوم واش دارت؟ شفتي عملت كذا، فهمنا سحرتنا، دارت هذه، شفت الكلام هذا كميه الغيبه والنميمه اللي راهي موجوده داخل. لو كان ربي ما يغفرناش يدينا كاع جهنم، نسال الله يرحمنا ويعفو عنا. ولذلك الان لما يشوف الانسان هذا كامل، وكان نسالوهم نحبسوهم، ندخلوا للدار ونحبسوهم، نقول لها حبسي انت، حبسي العروسه، حبسي العجوزه، وحبسي الكنه، وحبسي هذه، وحبسي اللوسه، دقيقه حبسوهم. تعتقدوا باللي يحاسبكم الله؟ يقول لك نعتقدوا. على بالكم باللي تموتوا؟ على بالنا. وعلى بالكم باللي ربي يحاسبكم في القبر؟ على بالنا. وتامنوا بعذاب القبر؟ نامنوا. وتامنوا باللي كاين الميزان يوم القيامه؟ نامنوا. هذا كامل كي راكم تامنوا، راكم دايرين هكذا. اما لو كان ما تامنوش راكم دايرين. تسمى تصوروا باللي حنايا الحمد لله رانا عندنا الايمان هذا. وكان ما كانش الايمان تخيلوا كميه القساوه اللي رانا عايشينها لو كان ما كانش الايمان بالله. ساعه ربي يبعث لنا رسائل وكانه يقول لنا لا تنسوا انا موجود. يبعث لنا المطر، يبعث لنا رعد، نسمعوا حاجه في السماء يعني نشوفوها تبرق، نشوفوا امور نتفكروا باللي ربي كاين، نتفكروا باللي كاين قوه تاع ربي سبحانه وتعالى موجوده. فلذلك الانسان لازم له يفهم ان الله تبارك وتعالى جعلنا واحد الرحمه، ان هذه الحياه تنتهي. لماذا نقول لكم عليها مليحه؟ لاننا هذه الحياه الدار تاعنا احنا هذه دار ابتلاء ماشي دار جزاء. ثم اللي راهو يستنى باللي يرتاح في الدنيا وكذا، هذا احنا الدنيا ربي يعطينا راحات ينفس علينا بها باش نقدروا نمشوا. والا الراحه الحقيقيه، الله يجعلني وياكم من اهل الفردوس الاعلى، الراحه الحقيقيه عندما نطأ باول اقدامنا الجنه. ولهذا الدنيا دائما نقرأ في القرآن وقول اعملوا فسيرى الله أعمالكم ورسوله والمؤمنون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وقال الله تبارك وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال الله تبارك وتعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وقال ربي عز وجل لمن سيد الخلق قم فأنذر يا أيها المزمل قم يا أيها المدثر قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا. وقالوا إن لك في النهار سبحا طويلا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. يعني الدنيا خدمة، يعني الميدان ميدان عمل. درك الآن العمل هذا اللي نخدمه فيه احنا والطريق اللي يخدمها لنا ربي ورسمها لنا تاع الجنة هذه، كل واحد فينا شكون هو دوك الآن القافز فينا؟ شكون هو الإنسان الذكي؟ شكون هو الذكي؟ الذكي هو الإنسان الذي يعمل للفوز العظيم، الإنسان الذي يفكر ويحط مع نفسه أسئلة ويقول الآن أين أنا من الناس الآخرين؟ روحي ادخلي المقبرة والضرب يطلع وتشوفي الآن كاين بعض المقابر بالك هنا في الجنوب ما يكتبوش، بصح في الشمال مثلا تدخلي المقبرة واش تلقاي مكتوب أن هذه فلانة زادت مثلا في 1970 وماتت في 1990. تقولي هذه 20 سنة صغيرة عليا، ماتت صغيرة عليا. علاه كاين صغار عليا يموتوا، كاين صغار عليك يموتوا. ومن بعد تلقاي شكون قبر صغير يقول لك هذا يزاد داروا له العقيقة شهرين مول العقيقة مات في عمره شهرين ونص برك. تسمى هذا طفل صغير كان جاي الدنيا وفرحانين يشراو له حوايج تاع البيبي كذا ومات. تسمى كاين دراري صغار يموتوا، وهذا 90 سنة وهذا 30 وهذا 20. ومن بعد واش ديري تلقاي يا تقولي هذه كيما انا عندها نفس السن، هذيك شغله تبعث لك رساله باللي انت قادره تموتي في هذيك اللحظه، باللي قادره تموتي قدها. وواحده اخرى قادره تقول لك باللي انت راكي عايشه في فايده، تقول لك انت كي عشتي اكثر مني 10 سنين. وهذو كامل في المقبره كامل راهم يهضروا معك انت ما كيش تسمعي. شو اللسان حاله اللي يقول ماذا كان غير جينا في مكانك نوضوا صلوا ركعتين. الرسول صلى الله عليه وسلم لما مر على المقبره واش قال لاصحابه؟ قال لهم ان اصحاب هذه القبور لا يتمنى احدهم ان يقوم من قبره ان يرجع الى الدنيا فيركع ركعتين مما تحقرون من صلاتكم. شتو احنا رانا قاعدين دركم وبدا يسمي لك يقعد ما عنده ما يدير، يلعب بالتليفون يدير اي حاجه.
ما يقدرش نفسه تقول له نوض توضر صلي ركعتين بالك هاد الركعتين يدخلوا الجنه. الميت او يشوف فيك، لو كان يشوفك زعما ماهوش يشوف فيك هو، لو كان الميت يقعد يشوف فيك يقول لك يا نوضي روح يصلي ركعتين، وكان انا في بلاصتك دوك انا والله ما نحبش نصلي. وحنايا الان رانا في راحه من امرنا. ولهذا شوف الان لما يشوف الانسان القبور وش يدير؟ ياخذ العبره ويقول باللي الانسان يعني كاين النهايه. هل النهايه تاعك معلومه؟ وحده فيكم على بالها وقتاش تموت؟ واحد ما على بالنا. اذا الان ما دام النهايه تاعنا ماهيش معلومه واش نديروا؟ اسمعي مليح هذه، علاش ربي عز وجل ما دارناش الاجل؟ ما يقولكش يجيك ميساج يقول لك اسمعي انت على بالك خلاص ان شاء الله على واحد العام ونص السلام عليكم تموتي على 8 تاع الليل، تكوني تسمى طيبي في العشاء يحبس قلبك تموتي، وانت تكوني رايحه الجنازه تموتي في الطريق اكسيدون، وانت تموتي في الفراش، وانت كذا، وتروح تموتي بعد عام، بعد 10 سنين، وانت تموتي بعد 20 سنه. لو كان يقول لك ربي تموتي بعد 100 سنه واش يصرى لك؟ تحكمك القنطه. علاش تحكمك القنطه؟ لان موعد الذهاب راه موجود. كي تعرفي موعد الذهاب تسمط لك الدنيا. هذه الاولى، ما تقدريش تعيشي، ما تقدريش تكسبي، ما تقدريش ديري والو. ربي نحلنا الوقت على باش نقعدوا عايشين مرتاحين، باش ما نتعبوش، باش نرقدوا مليح، ناكلوا مليح. بصح لو كان يقول لك بلي على بالك انت على شهرين، على شهرين وجد روحك، واش يصرى لنا؟ هذاك الانسان شهرين ما ياكلش، يتعذب عذاب شديد، يولي ما يرقدش، يولي ما يدير والو، ما يديرش مشاريع، تحبس الدنيا. تروحي عند البوسطه تخرجي ورق تقول لهم مغالقين. علاه؟ المدير قالوا له على شهر تموت، سما او عيان ما قدرش يفتح، خلاص قال لك نحبس الخدمه، ما لقيناش مدير. وين تروحي تحبس الدنيا كامله. فربي من رحمته باش تمشي الدنيا مليح اعطانا هذيك ما على بالناش وقتاش نموت. والحكمه الثانيه وش هي؟ وهذه هي الحكمه الحقيقيه المذكوره في القران. وش هي؟ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، فلا تموتن الا وانتم مسلمون. وش معناتها؟ معناتها انك انت ما دام ما على بالكش وقتاش تموتي. ولكن نقول لكم هذا الكلام ماشي معناتها يفول عليك بالموت. الموت كي نتكلموا عليها لازم منا ما فيهاش مجامله. ربي قال النبي عليه الصلاه والسلام انك ميت وانهم ميتون، وقال كل نفس ذائقه الموت. علاه؟ باش نكونوا صرحاء ونواجهوا الحقيقه تاعنا. الان انت كي ما تعرفيش الان الموت، نسال الله يطيل في اعماركم ويحسن في اعمالكم، لما تشوفي روحك باللي انت ما بالكش وقتاش تموتي واش ديري؟ تولي دائما مستعده، ما على باليش في الليل ولا في النهار، ما لا دائما في الليل والنهار نخاف الله، ودائما استغفار، ودائما الصلاه التي تطهرني حتى اذا جاء ملك الموت نكون طاهر، ودائما ذكر الله، دائما اذكار الصباح، اذكار المساء، دائما قراءه القران، دائما صفي حساباتي مع الناس، دائما نستسمح الناس، دائما ما كاش امور مشاكل في رقبتي، ما كاش ديون، ما كاش امور، دائما واجده. كي تبقى بينك وبين الله امور كذا ربي يجوزها، الامور المستوره ربي يسترها، والامور اللي يعفو عنها ربي يعفو عنها. ولكن الانسان يبقى دائما واجد. اذا لو كان يقولوا لك باللي على عامين تموتي واش ديري؟ تقولي دوك نتمتع وقبل بواحد 10 ايام ولا نتوب ربي وخلاص. يولي الانسان ما عندوش قيمه العباده. وحنا قيمه العباده هو الاستعداد الدائم في حياتنا يوميا. احنا نعبد الله. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين. شغل يولي الانسان انت راكي طيبين، راكي ربي عز وجل. ولذلك الان اول حاجه تسلكنا وش هي في هذه الحياه هذه؟ وش تسلكنا؟ الاخلاص، انك تكون عندك نيه طيبه وتكوني مخلصه مع الله عز وجل. انك انت في حياتك هذه ما كاينش موجوده باش تاكلي وتشربي، لان ربي عز وجل هكذاك نولوا كاع كما الخلائق كامل. دوك الان البهائم، الانعام، كل الناس تاكل وتشرب، حتى الكفار ما ياكلوا ويشربوا. اذا احنا باش نتميزوا واش نولوا حياتنا لله سبحانه وتعالى، تولي حياتنا ربي عز وجل. فنولي واش نديروا؟ نوليو حنايا عايشين الله. لذلك قل ان صلاتي ونسكي. واش معناتها الصلاه والنسك؟ صلاتك والذكر والقران والحج والعمره والصيام، هذو كامل لله رب العالمين، هذو باينين لله. ومحياي ومماتي، ربي عز وجل علاش قال ومحياي ومماتي؟ هذا النصف الثاني هو الحياه تاعك اليوميه، المعشره تاعك مع زوجك، الماكله اللي طيبيها لوليداتك، الجاره اللي تروحي تزوريها، والمريضه اللي تروحي تزوريها، والجنازه اللي تمشي فيها، والعرس اللي تروحي تهني فيه، والقضيه اللي تقضيها برا، والمال اللي تصرف فيه،
والابتسامه اللي تبسميها في وجه الانسان اللي معاك، ولا تروحي الجامع ولا تروحي المدرسه، ولا الحاجه اللي تعاونيها، الحياه نتاعك، ماكلتك، شرابك، حياتك، هذوما كامل لله رب العالمين. كيما الصاد كيما الصيام، كيف كيما انت راكي صليتي لله، راكي طيبي في العشاء لله، راكي تقري في وليدك لله، تقري في بنتك لله. دوك الان انت لو كان هنا في الحياه نتاعك راكي تمشي تقولي لي راني نتعب، راني نقري في الدراري، راني نوكل، راني نشرب، راني نلبس، رحت قضيت لهم الحوايج تاع العيد، راني مشيت رفدت القضيه الخضره، تعبت منها كذا، تقولي لي نتعب، نقول لك بصح حبسي على كي تعبي، تقول وبعدين تعاودي تراجعي نفسك، تقولي بصح انا يعني نقري في ولادي باش نزكاره في بنت فلانه وباش يجيبوا خير من الاخرى، وتولي هنايا واش ديري؟ هنا يبدا الانسان يخرج على الاخلاص. يجيك ابليس يقول لك انت هايله ما شاء الله، راكي تصلي في وقتك، راكي ما شاء الله، وبعدين تقول لك بصح وليدك هذاك على بالك دوكا يجيب تسمى على بالك باللي بنت خوك ولا وليد خوك راح يجيب خير من والاخرى فلانه، ومرت الاخرى ولوستك وكذا وعندها وليدها دوك يجيب خير من هذيك، تسمى لازم انت واش ديري؟ لازم وليدك يجيب خير وبنتك تجيب خير، ولازم تكون احسن، وكي تلبسي لازم اللبسه لازم خير نتاع الاخرين، لازم كي تدخلي في وسط الناس خير من هذوك. هنا واش تولي تخرجي من الاخلاص، ما راكيش بالله، وليتي علاه. شفتوا الناس اللي يبنيو، كاين اللي يبني نجي نبني دار ونقول باش يستروا وليداتي، باش المراه تاعي ووليداتي وبناتي مستورين، يدخلوا عندهم الدفاء مغطيين ما يباتوش برا وما يترموش عند الناس. هذا انسان اللي يدير هذا وشنو اجر في سبيل الله. وكان جا نبني دار بصح النيه لا يدخلوا هنا يتخلعوا، وخير نتاع اللي داروها الاخرين نبدلوا سنه نديروه خاطرش الاخرين داروا هكذا، حنا لازم لنا غالي عليهم، واش نديروا؟ تولي ما كاش اجر. ثم نفس العامل، هذا بنى دار وهذا بنى دار، هذا عنده اجر والاخر عنده وزر. ونفس الشيء قرات وليدها وبنتها، والاخرى قرات وليدها وبنتها، هذه عندها اجر. لماذا؟ لان انا نقول لك انا نقري وليدي لعله يخرج انسان عالم من العلماء، ينصح، يعلم الامه، ينفع البلاد، يختار حاجه، بالك وليدي يغدو من الغدوه ان شاء الله ربي ينقذ به امه كامله. اليوم دول عظمى تبسط نفوذها وتدير واش تحب بسبب من؟ بسبب المخترعين تاعها، هما اللي يطوروا لها الاسلحه وطوروا لها القوه الاقتصاديه وكلش. ولات هذيك القوه من جبتها من عند الناس. لهذاك الانسان يقدر يكون وليدك ولا وليدي اللي هو ربما يرفد شأن البلاد والامه الاسلاميه كامله. ولهذا الان انت تنوي هذه النيه، قال انا نموت بالك ربما نخلي ذريه صالحه، بالك وليدي هذا غدوه من غدوه يدير جمعيه خيريه، يولي يوكل المتشردين برا، بالك يعود هو يدير جمعيه اصلاح ذات البين، بالك يعود يصلح بين الازواج، بالك وليدي غدوه من غدوه يولي امام ينصح الناس، بالك وليدي غدوه من غدوه يالف كتابات، بالك يختار حاجه للبلاد، بالك هو يسلك الامه كامله. انا وليدي نقريه لا عليه خلي النتيجه مورايا. هذه هي نيتك انت، باش لو كان قدر الله غدوه من غدوه تخلص حياتك. هذا مات وهو هارب من القضاء، ما حبش يولي قاضي، خاف يعني مات وهو هارب. هذا الانسان هذا سفيان الثوري انسان متربي لدرجه ما تقدريش تصدقي كيفاش، وانسان عالي الهمه، حتى يقولوا مات احمد وماتت السنن ومات سفيان ومات العلم وانا ساكفيك بمغزالي. انا ندير نضرب المغزل وانت يا روح اطلب بالعلم باش تولي عالم. وكانت تنوضوا في الليل الصباح قبل الفجر وتدوش له وتلبس له وتدير له العطر وتديه للمسجد وتقول له ادخل صلي مع رجال، انت راجل وهو صغير، وتستنى برا هي وتقعد تستنى حتى يكملوا صلاه، وتدي وليدها وتتوقف عليه في صلاه الفجر. هذه الام هي التي اخرجت لنا هذا الرجل. ولذلك الان هذه الام كي ماتت واش خلات صدقه. تصوروا رانا نحكوا عليها دوك الان بعد 14 قرن نتكلموا عليها الان. هذا النوع من الناس هذه هي التربيه الحقيقيه، انك تخلي بصمه موراك، بس على البصمه باش تخليها بالاخلاص. اما انك تقولي انايا او البس بالك يشوفوك الناس، لا باش تكون خير فلان، باش الناس ما يضحكوش عليك. شوفي هذه هي التربيه الخاسره. هنا راح واش نديروا؟ راح نخرجوا ذريه تعتني بالناس، همها في الناس، راح نضربوا الاخلاص في الصميم، راح نحيوا الاخلاص بالحياه. قال البس استر نفسك واللي اعطانا ربي المهم قناعتك، الحمد لله اعطانا الله. وانت تكوني مخلصه في حياتك اليوميه، انك تستثمري زوجك، تستثمري من اولادك في الوصول الى الله عز وجل. ولذلك ربي سبحانه وتعالى ذكر لنا الناس اللي يعرفوا يستثمروا والناس اللي ما يعرفوش يستثمروا. نساء قال لنا
باللي كانت واحد الزوج نساء عندهم المحيط نتاعهم نظيف هلا، بصح كانوا من اهل النار. وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين صالحين من عبادنا. ثم هذه المرأة ما خصها والو، رجلها نبي والاخرى رجلها نوح رسول ولبس به ومتربي وما شاء الله، ومع ذلك كانت كافرة. خانتهما أي معناتها خيانة دينية، يعني بمعنى أنها كانوا كفار، هذوش معناتها خيانة. فخانتهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين، جهنم. واحد أخرى بدل لنا ربي عز وجل، وضرب الله مثلا الذين آمنوا امرأة فرعون آسيا سيدة أهل الجنة، سيدة من سيدات الربعة أهل الجنة. هذه المرأة باش جابت هذه المكانة العالية في الجنة، وش صار لها؟ المحيط متلطخ متعفن، بحيث أن زوجها شكون؟ فرعون. يعني كي يكون زوجها فرعون وش معناتها؟ معناتها ما تقدرش حتى تطلب الطلاق. يعني دوكا المرأة وكان قدر ربي الزوج تاعها يكون إنسان ما يسواش، خلاص عيات تعبت، راح تشوف روحها حتى تدخل في ديبريسيون، راح تمرض. وش دير؟ تقول لك خلاص نفكها هنا، نروح نطلب الخلع والسلام عليكم، خلاص نسلك بعقلي خير لي نهبل ولا نقتل نفسي. وش دير كي تخلع عليها؟ طلق. يعني خلاص هذه آخر حد. هذه آسيا امرأة فرعون ما عندهاش وين تروح. ثم تصوروا أن فرعون كلش عنده، هو طاغية كبير. فماذا فعلت؟ قالت ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة، استثمرت الآخرة. فهذه المرأة رغم أن ظروفها ما تسمح لهاش باش تقدر تعيش حياة سعيدة، إلا أنها وش كانت امرأة تفكر بأن الخلاص عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا كانت امرأة أعطت لنا مثال، حتى ولو كان المحيط ماشي مليح يقدر الإنسان أنه يعيش لله تبارك وتعالى. لذلك الإخلاص وش يدير؟ الإخلاص يخلي الإنسان يكمل دائما حياته. إذا درتي خير ديريه لله، إذا أطعمتي ناس أطعمي لله. جاوك ضياف، عندك زوجك جابك ضياف في الدار، ولا جاو مثلا صحاب وليدك ولا أي واحد جاو يزوروك، الطياب بتاعي أنا نمد حاجة شابة وكذا. المرأة تحب هذه الأمور، من حقها أنها تشبح الأمور، ولكن أنا الطياب هذا من أجل إطعام الطعام في سبيل الله. ومن بعد ماكلة شابة عجبتهم ما عجبتهمش مش مشكلة، عادي من حقك. بس الآن الحاجة الأولى وش هي؟ أنني أنا هذا الإطعام في سبيل الله، لأن إطعام الطعام مش حيولي من أعمال أهل الجنة. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إلا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. شفت الآن ربي عز وجل وش دار للمرأة هذا الخير هذا اللي هي راهي في البيت نتاعها تطعم الطعام وتقدر تحكم الإخلاص تاعها برك. إذا أنت تصوري راكي توكلي كل يوم الناس، أولادك، زوجك، راكي كل يوم تنقي تنظفي، راكي كل يوم تلبسي، راكي كل يوم تتعبي، كل يوم تخمي على وليداتك، راكي وربما أحيانا يبتليك الله بولد، ربما تعيطي تتعبي، حياتك كامل تعب. تصوري هذه كامل وبعد الإخلاص ما كاش، تعبي روح باطل. تصوري امرأة كافرة عايشة هكذا، كاين كافرات أي عايشة هكذا تتعب مع أولادها ومن بعد تتعب الفراق، يموت لها هذا، يموت الزوج، يموت منه، يموت الآلام هذه ما يخلصوش عليهم هما. احنا نخلصوا، احنا يموت لك واحد تبكي ربي يخلصك على الدمعة، تضحكي في العرس يخلصك على الفرحة، خالصين دائما خالصين، لأننا مسلمين. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. وش معناتها إن أمره كله له خير؟ معناتها دائما خالص. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، أعطاني ربي عرس ولا فرح في الدار ولا أني فرحانة بطاعة الله، ما نديرش المعصية، ما نديرش حاجة تغضب رب العالمين، وراني فرحانة وما شاء الله. وهذاك شكرت ربي وطعمت الطعام ولميت الناس وحاولت ندير حاجة مليحة. وأعطاني ربي حزن، قدر ربي عز وجل ابتلاء ولا صبرت وقلت رضا الله عز وجل وكنت راضية مع ربي سبحانه وتعالى، وربي عز وجل أعطاني الأجر. هنا مأجورة وهنا مأجورة، هذه نعمة الدين. لو كان ما تكونيش متدينة، ما عندكش إسلام، خارجة على الملحدة ولا بوذية ولا، الفرحة ما تخلصي عليها والحزن ما تخلصي عليها. ولهذا الإنسان وش يدير؟ نيته النومة، ترقدي في الليل، ترقدي احتسبيها في سبيل الله، قولي باش نتقوى على طاعة الله، باش نقدر نوقف على وليداتي، باش نقدر نحفظ الدين تاعي، باش نقدر نوض نصلي. لذلك أحد السلف وش يقول؟ إني لأحتسب روحتي وغدوتي. غدوتي يعني معناتها نخرج الصباح ونعاود نولي العشية، نحتسبهم عند الله، كل شيء تسجل عند ربي سبحانه وتعالى. وهذه الإنسان لا يحقر، ما يحقرش من المعروف شيئا.
لان نقول لك احنا الان رانا نحقروا الخير. انت راك تتعاملي مع ربي ماشي مع الانسان. الانسان ينسالك خيرك، تقدر دوك انسان تسلكيه من الموت غدوه ينسالك خيرك، بصح ربي ما ينسالكش خيرك. ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. ولذلك الان شوفوا تصوروا ان الانسان كي راه يتعامل مع ربي عز وجل واش يدير؟ يحافظ على استمراريه العمل الصالح. لان كي نتعاملوا مع الناس نتبدلوا، نبداو نقولوا احنا دائما ندير الخير وما يديروش فيا الخير، وانا نسلف وما يسلفوليش، وانا نزورهم كي يمرضوا وما يزورونيش. واش نولوا نديروا؟ نبداو نربيو واحد القساوه، نوليو ما نديروش الخير. نقول لك خلاص ما كاش ما زيدش. وعلى ذلك تلقاي بزاف ناس يتكلموا في الفيسبوك هذا، يقول لك خلاص وما بقاش الصحبه، ما بقاش الاخوه، ما بقاش كذا، والانسان ما يزيدش يدير الخير وما يزيدش كذا. علاش؟ لاننا رانا نديروا للناس، بصح كي ديري لله فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. كي ديري لله انت مادام كي تشوفي الخير تاعك راهو يطلع عند ربي والخير تاعك راهو يتسجل وماهوش يضيع، تبقاي ديري. الناس سبوك ما سبوكش، بالعكس كي ديري الخير في انسان ويشكرك، وانسان ديري فيه الخير ويضرك، مع من تدي الاجر اكثر؟ مع اللي يضرك، مع اللي درتي فيه الخير وضرك. اذا الان ديري في بالك بلي انت دائما رابحه. على ذيك الانسان غير يبقى يدير الخير عمره ما يتوقف. لو كان احنا نحو هذا الشيء هذا ما راحش يقعد عندنا اخلاص والخير يحبس، نولي الخير يحبس عند الناس. يقول لك انا خلاص ما نشرك بحتى واحد، ما نزيدش نعرض حتى واحد، ما نزيدش ندخل حتى واحد لداري، ما نزيدش كذا ما نزيدش كذا. نتيجه افعال شفت سمعت فلانه ما لا نزيد ندخل حتى واحد للدار، ما نزيد نعرض حتى واحد، ومن بعد ما نزيدش نسلف دراهم، سلفت كلاوني ما نزيد كاع نسلف، ومن بعد ما نزيدش نزور، ومن بعد تبدا تقطعي الخير على نفسك. انا لله، انا وكلت لله، جاء انسان خدعني نزيد نوكل واحد اخرين، وسلفت لله وانسان ما ردليش نزيد نسلف، ندير الشروط، ندير الرهن، ندير معليش مشكل، ندير ضمانات، بس ما نقطعش الخير. ولهذا الاخلاص يخلي الخير يستمر ويزيد، ويبقى الانسان دائما مخلصا لله سبحانه وتعالى. اتصوري ان امراه دخلت الجنه، وهذه المراه هذه كانت في طريق عوجه، دخلت الجنه في كلب سقاتو، نحات الصباط ديالها وعمرت الماء وعطات له شرب. كي جيت تحس به واش تلقاي؟ شحال خسرت دراهم المراه هذه؟ صفر، ما خسرت والو، ما خلصت له بيتزا، ما شرات له اللحم، ما دارت له والو. المراه هذه صفر مصروف. واش دار لها ربي عز وجل؟ قال الرسول عليه الصلاه والسلام فغفر الله لها فادخلها الجنه، مع ان طريقها كانت معوجه. المراه هذه سقات كلب فقط، ما سقاتش انسان. تصوري انك انت شحال وكلتي من واحد، وشحال زرتي من مريضه، وشحال مشيتي في جنازه، وشحال ربما من وحده كانت في ازمه وانت وقفتي معاها وتكلمتي معاها بطريقه وعاودتي ونستيها وكلش. اشحال درتي من حاجه تاع خير. ما تحقريش المعروف. قال النبي عليه الصلاه والسلام ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. ولو ان الانسان كي يلقى واحد يتبشبش له في وجهه يقول له كلمه طيبه، هذيك ما تحقريهاش، هذيك قادره تدخلك الجنه. اذا الانسان المسلم يلقط، المسلم ما يخليش روحه هكذا كي يقول لك لا انا خلي حتى تجي ضربه كبيره، حتى نلقى مشروع كبير تسمى كيما ندير نبني جامع ولا لا لقطي. قال النبي عليه الصلاه والسلام اتقوا النار ولو بشق تمره. وهذه نعمه الاخلاص. الانسان اللي راكي حابه صح عند الله عز وجل تكوني من الفائزين. وشنو هو الفوز؟ قال الله تبارك وتعالى فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. نسال الله ذلك. كذلك كان امور مهمه جدا في حياتنا اليوميه. هذا زمن هذا صعب، زمان هذا صعب. علاه صعب؟ لان ولا الحرام فن، الحرام ولا فن، ولا كذلك يشجع على من الناس الفاسدين والتافهين كذا هما يشجعوهم اكثر. الخوارزميات الموجوده هنا، خوارزميات واش راهي دير؟ راهي تشجع. دوك الان انايا لو كان زعما ندير كاش حاجه تافهه، دوك عدد المشاهدات يطلع بطريقه عجيبه. دوك الان واش عندنا شكون هما الناس مشهورين عندهم ملايين وعندهم دوك شركات، دوك داروا شركات وراهم يضربوا صفقات. دوك الان المشكل ماشي في الصفقات، لان هذا رزق الله اللي يعطاه ربي بالحلال الله يزيده، مش مشكله. هذوما الناس بدا يقول لك صاحب الضحكه المشهوره وصاحب الرقصه المشهوره
وصاحب الضربه المشهوره. تسمى الان واش ولا الفن عندنا والانجاز هو انك ديري حاجه تافهه، ديري حاجه تافهه، اي حاجه تافهه ديريها تولي انت مشهوره، ما كاش كامل المشكل. ولذلك الان المشاهير الان اللي راهو يطلعوهم في الان في تيك توك وكذا، هذوما ناس تافهين، صناعه القدوه السيئه. وهذه هي الضربه الموجعه لنا ولابنائنا، انهم الان ولادك انتيا، وتقدر هذا الان يكون فيك انتيا، تدخلي تشوفي وحده مؤثره، وهذيك المؤثره واش دارت؟ واش كاش ما خدمت لنا طياره بدون طيار، كاش ما درت لنا كهرباء نظيفه، ما درت لنا والو. هذه واش دارت؟ هذه هي اللي كان واحد النهار يقول لك هذيك النهار اللي وراوها تسمى صوروها تضارب مع راجلها وضربته بقرعه، هذه هي، يقول لك هذه هي. من ثم ولات مشهوره، باش مشهوره ضربت راجلها بقرعه، هذا ما كان. هذه هي اللي ومن بعد واش دارت هذه؟ ومن بعد شكون الاخرى المشهوره؟ شكون؟ ما تعرفهاش، ما نعرفهاش. هذه هي اللي كانت خطره هكذا زعفت ترمى التليفون تاعها في الماء، من ثم ولات مشهوره. تسمى تصوروا باللي هذه هي، ومن بعد انت واش تلقايها؟ تلقاي باللي هذه المراه راكبه في بريمير كلاس في الطياره، وتصور تقول لك شوف راني راكبه، ومن بعد تصور لك روحها في دبي، ومن بعد تصور لك روحها في اوروبا، ومن بعد تصور لك غير كي تكون لاباس بها، كي تكون لابسه مليح، كي تكون راكبه مليح، كي تكون تاكل مليح، طابله تاع الماكله في ريستورون وفي فندق 5 نجوم، تصور لك غير هاد اللقطات، وتشوفي انت عندها دراهم كبار وعلى بالك زقاو لها وداروا لها، ومن بعد تشوفي روحك انت تدوري تلقاي روحك قدامك هذا اسمها المقارون تاع البارح تسخنيها. واش صرا لك؟ يصرى لك تضارب ما بين الواقع نتاعك والنموذج اللي راهو موجود. واش يصرى لك؟ وبعد تولي تكرهي الحياه، تولي حاجه ما تقنعك، اولادك نفس الشيء وبناتك نفس الشيء. وهذا اخطر ما نمر به الان في هذا الزمن، خرجونا من الواقعيه. والقرآن الكريم القرآن تاعنا كله واقعية. ربي عز وجل حطك في الواقع، قال لك ها لك حياتك، تدي واش كتب الله، نكتب عليك الفقر تعيشيه، المرض تعيشيه، واش كاين الموت وقال لك تعيشيه. وقال الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت، يعني بهذه القساوة كل نفس ذائقة الموت. سما ربي حطنا في الواقع. هذا النوع من الناس واش داروا لنا؟ خرجونا من الواقع، ولينا نشوفوا نماذج يصرنا المقارنة السيئة، نقولوا ياه هذيك هي عايشه، احنا ماناش عايشين، تولي انت تكرهي حياتك، يصرى لك واحد الملل داخل، تولي تملي الحياه. وهذا هو المشكل الكبير اللي خرجونا منه. الرسول صلى الله عليه وسلم واش قالنا؟ قالنا فلينظر احدكم الى من هو دونه ولا ينظر الى من هو فوقه. قال النبي عليه الصلاه والسلام عسى احدكم ان لئلا تزدروا نعمه الله عليكم. يعني بمعنى واش يصرى؟ قال لك النبي عليه الصلاه والسلام دائما في الناحيه الماديه، واليوم مقسم الارزاق هو الله، الناحيه الماديه شوفي لي تحتك، ومعليش خدمي باش تترفهي، معليش مشكل، ما عندناش مشكل احنا مع الغنى. بالعكس المسلم اللي يعطاه ربي الثروه احسن، المؤمن القوي احسن من المؤمن الضعيف. بصح انت في نفس الوقت الحاله اللي راكي فيها الان، كي تشوفي في الناس اللي تحتك تقولي احنا عندنا اف 3 هما عندهم اف 2، اللي قدامنا ما قش ياكلوا، احنا عندنا ماكله الحمد لله. فتشوفي روحك انك دائما تقارني مع نفسك، انت راكي تمشي على رجلك، كاين الناس ما عندهمش الرجل اللي يمشوا عليها. كي تشوفي روحك تمشي على رجلك تقولي انا ما عنديش سياره، ما عندناش كذا. معليش الانسان يعمل ويوفق ربي عز وجل ويدعو الله يرزقه، ماشي مشكل. بصح كي تشوفي كاين الناس الرجل هذيك اللي كي تمشي انت عليها ما عندهمش، والعين اللي كي تشوفي بها كاين الناس ما عندهمش. تسمى لما تقارني نفسك مع الناس، تروحي المستشفيات وتروحي المقابر وتقارني نفسك مع الناس اللي راهم تحتك، واش صرا لك؟ شكر النعمه، تشعري بسعاده كبيره. اما لو كانت تبداي تشوفي الناس اللي فوقك، هذيك المؤثره اللي كتبعي فيها انت، تشوفيها راهي في دبي، راهي في 5 ايطوال، راهي في فندق، راهي منا، واش يصرى لك؟ تبدا تكرهي في نفسك، تزدري نعمه الله عليك، تولي تقولي وحنا عندنا غير هذه، نقعدوا دائما هكذا 4 حيطان، هذوك 4 حيطان ما لقاوش ناس، تسمى ما لقاوش الناس ما لقاوش 4 حيطان، أم يباتوا تحت الجسور ويباتوا في الخلا. ولذلك الانسان لما دائما يكون عنده نعمه يحمدها، ودائما ما يدخلش في هذو الناس اللي راهم يخسروا عليك الحياه. عندنا ربي دارنا هذا الهاتف نقدروا نرجعوه نعمه، نستغلوه نستثمروه. كاين ناس ينفعونا، حتى معليش تعلمي حاجه تنفعك، معليش تعلمي الطبخ، تعلمي حاجه خياطه، تعلمي حاجه مش حبيتي، تعلمي قصص امور تنفعك ماشي مشكل، تعلمي الدين تاعك، هذو كاع تعلميهم ما كاش مشكل.
بصح هادو التافهين نحيهم حياتك، لانهم يخسروا الحياه نتاع الانسان. والله شوف، يقول العلماء واش يقولوا الانسان احيانا يشعر بالملل ويحس روحه زعفان داخل وهو ما على بالوش عليها. هو مرت عليه حاجه في الخلفيه تاعو ودار مقارنه، واش دار هذيك النعمه اللي كان يشوف فيها وكان فرحان بها، شاف حاجه واحده اخرى اكثر منها. الدماغ تاعو العقل تاعو واش دار؟ هبط هذيك النعمه كلاصها لتحت، هبطها، يعني سبب السعاده تاعو راح، وش يولي انسان زعفان وما على بالوش عليها. وهو لا هو جاه خبر باللي فلانه عندها خير منها، شرات حاجه شابه على تاعها وهي ما نسات، سمعت الخبر مباشره وقع لها الحزن. هذه المقارنه السيئه في الحياه الانسان ينحيها، والانسان يعيش بما كتب الله له، يعيش افضل الناس. قالوا النبي عليه الصلاه والسلام ابي الدرداء، قالوا اترى الغنى عن كثره العرض؟ قالوا يا ابا الدرداء او يا ابا ذر، قالوا اترى الغنى عن كثره العرض؟ قالوا واش رايك الغني شكون هو؟ اللي عنده دراهم بزاف ولا شكون؟ قالوا نعم يا رسول الله. قالوا لا، قالوا الغنى غنى النفس، ارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. قال اش حاجه نعيش حياتي، الحاجه اللي اعطاها لي ربي الان، انا راني حاب ندير دراهم بصح معليش انا درك واش راني نعيش الواقع تاعي ونعيش المشاريع تاعي، مش مشكله، وين مشيت راني راضي. وهذا هو الانسان الذي يستطيع ان يعيش حياه طيبه. شوفوا الان صناعه المراه اللي خرجت لنا الان الامه الاسلاميه كامله اللي عايشين بها الان، وهي هاجر امراه زوجة ابراهيم عليه السلام. هذه المراه وين خلاها ابراهيم؟ في واد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. يعني هي والحجر وصبي صغير والزوج تاعها رايح، ابراهيم رايح، ربي قال له روح خلي المراه تاعك وروح. يعني ابراهيم الاوامر اللي اعطاهم له ربي غير الحجر القاسيه، مثل الحجر القاسي اللي كان تما، اذبح وليدك، خلي مرتك وروح مع الصبي، يعني حاجه كبيره. ابتلاه الله عز وجل ابراهيم، ولذلك كان امه ابراهيم، ان ابراهيم كان امه. قالوا ربي خلي المراه وروح. وين خلي المراه هذا؟ في واد غير ذي زرع، ما كان سوبيرات ولا خضار ولا لا كلينيك ولا والو، ما خلى لها والو. خلي لا حليب، ما كاش حليب، الخبز ما كاش خبز. وين خليتنا؟ عيطت له كما قال يا ابراهيم، تعيط من البعيد، يا ابراهيم، تلفت لها نعم. قالت له لمن تتركونا؟ سكت ما تكلمش، لانه علاش؟ ابراهيم في هذيك اللحظه كان عنده وحي من الله، امر من الله انك روح واسكت. درس لينا احنا كامل، لمن تتركونا؟ سكت. فهمت شو المراه؟ فاهمه. قالت له الله امرك بهذا؟ قلت له ربي اللي قال لك روح وخلينا؟ قالها ايه ربي قال لي روح وخلينا. قالت له اذا لن يضيعنا. ايش الكلمه هذه؟ اذا لن يضيعنا. انا تمنيت هذه كي نكتبوا احنا زعما نخدموا دار شابه هكذا، فيلا ولا نبنيو دار، كل واحد فينا كيبني دار واش يدير فوق اللافته؟ كاين يقولوا هذا من فضل ربي، وكان يقولوا يا داخل البيت قل ما شاء الله، كل واحد باش يكتب. هنا واش نديروا حنايا؟ نكتبوا هكذا اذا لن يضيعنا، ما يضيعناش. سما ما دام ربي سبحانه وتعالى احنا رانا عباده ما يضيعناش. نهار تخلص الحياه نتاعنا يحبس ربي الرزق. تجي تشوفني انا نجي نشوفك دقيقه، سمحوا لي نسلم عليهن. معليش مسكين مريض. الله يحفظك ويثبتك ان شاء الله. تجي له حيله ولا؟ يحفظك. شدها في الله سبحانه وتعالى. الله يحفظك، الله يحفظك، ربي يحفظك، بارك الله فيك، ربي يحفظك ان شاء الله. تهلا في روح. اسمع خليني نكمل دوك الدرس. واسمه ابراهيم.
وش اسمك وش اسمك؟ حاج عيسى. حاج عيسى. شوف العشيه ان شاء الله نتلاقى وياك هكذا. اروح لي العشيه. جي العشيه. انا بعيد شوي. وين؟ معليش ريح معنا ندوك معنا نتغدى معنا ونرجعوا العشيه ان شاء الله. انت هو حمزه. هذا هو حمزه. هذا هو الباطل له. خلاص الله يحفظك. خلاص نكمل الدرس ان شاء الله. هو استغفر الله تعالى. ماشي نحل هذا ما يسمعني. إذن قلنا بأن الإنسان كي يعيش مع الله سبحانه وتعالى يرتاح، كي يعيش مع البشر وكي يستنى عند البشر وكي يحب رد الفعل تاع البشر، دار الخير باش يشكروه ولا دار الخير باش يردوه له ولا دار الخير باش الناس تمدحه يعني تعطي له قيمة ولا دار الخير باش يوصل إلى هدف معين، هذا الإنسان هذا راح يتعب لأن ردود البشر راح تكون دائما ماذا؟ قال كما قال واحد جاء عند الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الإنسان أعرابي جاء عند النبي عليه الصلاة والسلام وحب يقول له بلي أنا كي نشكر إنسان خلاص وكي نذم إنسان خلاص. قال للرسول عليه الصلاة والسلام يا محمد إن مدحي زين وذمي شين. قال أنا كي نشكر إنسان معناتها راه شين وكي نمدح إنسان راه زين. قال له النبي عليه الصلاة والسلام ذاك الله. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام كيفاش يديرنا يربطنا بالله. قالنا هذاك الله ربي لا مدحك وشكرك وذكرك بالخير عند الملأ الأعلى ما راح حتى إنسان يهبط لك من قيمتك، لأن ربي كي يحب إنسان وش يدير؟ ينادي جبريل يقول له يا جبريل. تصوروا ربي ينادي جبريل يقول له يا جبريل إني أحببت فلان فأحبه. وجبريل ينادي الملائكة كامل أهل السماء يقول لهم إن الله قد أحب فلان فأحبوه. ثم يضرب له القبول في الأرض. أتصوروا أن هذا القبول هذا المضروب في الأرض ليعطاه لك ربي عز وجل أنه كامل الناس يعودوا يحبوك ما يقدروش يكرهوك لأن قلوبهم عند ربي سبحانه وتعالى. وعلى هذيك الآن الإنسان لما يتعلق بمن؟ بالله تبارك وتعالى، خاصة وإحنا في زمن ماذا؟ في زمن تشهير. نقدر ندير أي خير أي حاجة، نروح نتصدق نصور روحي، نروح ندير أي حاجة نصور نفسي، نصلي نصور روحي، نروح نطوف بالكعبة نصور روحي، نروح في عرفة نصور روحي. يعني نقدر نزوخ على الناس، نروح نزور مريض نصور روحي، نروح المقبرة نزورها نصور روحي، في جنازة نصور روحي. أتصوروا أن دوك الزمن ولات بيننا وبين الشرك الأصغر اللي هو الرياء شعرة فقط، ولينا ندخلوه بلا حدود. سموا الله الهاتف هذا وش دار؟ كسر حدود بيننا وبين الرياء، ولينا ندخلوا للرياء ونعاودوا نخرجوا بلا حدود وبلا حواجز. وهذه مصيبة كبيرة. على هذيك الإنسان زمن يجب أن نعظم فيه ماذا؟ الإخلاص. عندما قل المخلصون، قليل اللي راهو يخدم في سبيل الله، قليل. شكون فينا يبكي على الناس؟ شكون فينا يبكي على الأمة؟ شكون فينا اللي راهو يغيظوه الناس ويرحم الناس؟ دائما نفسي زمن الفردانية. واحد فينا ما حاب يخلي بصمة موراه باللي هذا الإنسان كي يموت يقول لك هذا اللي كان يعاون الناس، هذا هو الإنسان اللي كان سبب تاع الخير. أنا نسألكم سؤال الآن، مثال يعني خاوتنا الأخ حمزة وجمعية الغيث هذو جزاهم الله خير يعني على العمل هذا اللي داروه. نعطيكم مثال، هذو الناس هذو اللي مدايرين، هل هذو ما الناس راهم يخلصوا على الناس برا؟ هل عندهم مقابل باش داروا هذا الأمر هذا؟ هذا الشيء راهم نفقوا عليه أموال، عيطوا لنا حنايا وتقاموا بينا ووقفوا لنا وداروا هذا التنظيم كامل اللي يصور واللي تاع الصوت واللي راهو منظم برا واللي واقف برا يسر بيه في الماء واللي راهو واقف عند الباب وطبعوا المنشورات وكذا. تصوروا من أجل أنكم انتم، على جالك انتم، على جالك انتية فقط. تصوري انت راكي هنا معنا باش تسمعي كلمة. تصوري هذا النوع من الناس هذوما، تصوري كل واحد فيهم راهو عنده شغالاته. واحد يقول لك انا والله عندي طفل حد يدير الفاكسا، واحد يقول لك انا والله راني مريض، الاخر يقول لك والله راني عندنا عرس راني معروض في بلاصه واحده اخرى. تصوروا هاد العباد هادو كاع كيما راهم اللي راهم واقفين عليكم الان هنا، تصوروا كل واحد راهو عايش روحه، يولي الخير ما يمشيش. تقعد هاد القاعه مغلوقه
ويقعد كل واحد فينا هامل وتاكل الدنيا كما يأكله الدود. تاكلنا الدنيا كما يأكلك الدود. ولذلك الآن الإنسان ربي عز وجل جعل حركته حياته. الحركة تاعنا هي الحياة. شوفي الآن لو كان زعما نحكم انايا لباس فيستا نحطها على جهة ما نزيدش نمسها نهائيا منا على عام ولا عامين وخليها في مكانها، وواحدة أخرى نفسها نلبسها ونغسلها ونلبسها ونغسلها ونعلقها ونعاود نجيبها. شكون اللي تعيش؟ اللي راني لابسها. لأن على عامين كي نعاود نولي نلقى الأخرى كلها الدود، حكمها الدود وبدا ياكل فيها، بدا ترشى. لماذا؟ لأنه ما كاش استعمال. نفس الشيء في الإنسان، حياتك تطول بعملك. ولذلك الآن لما نشوفوا كاين ناس عايشين للناس، يوكل يشرب ينظم يدير حاجة باش ينفع الأمة. هذا النوع من الناس لازم نكون أنا وأنتوما، لازم نكونوا كامل عايشين هذا الأمر هذا. وهذا هو يسموه العمر الثاني. العمر الثاني وش هو؟ أنك لازم تتركي بصمة في الحياة، لازم تخلي حاجة، شجرة تغرسيها ولا بير تحفريه ولا مسجد تبنيه ولا تعلمي حاجة تاع خير ولا تربي لنا عالم ولا تخرجي لنا مرأة صالحة ولا. المهم لو كان تربي بنت تربي بنت تخرج لك صالحة وهذيك البنت يخرجوا منها علماء، راكي في الفايدة. ثم لازم تخلي حاجة، لازم كل واحد فينا يخلي إنجاز. نحن أمة اليوم لازم منا تكاتف ولازم منا الإنجازات، لازمنا نديروا حاجة تاع خير. ما تعيشيش تاكلي تشربي، نعم تمتعي في الحياة، ديري واش حبيتي، عجبك على روحي العرس تمتعي، حقك الأمر تاعك هذا لازم يكون. ولكن ديري مليح في بالك باللي نحن نعيش لله تبارك وتعالى. الحاجة الثانية وش هي؟ أننا لا نقنط من رحمة الله. علاش راني نقول لكم الكلام هذا لا نقنط من رحمة الله؟ لأننا في زمن دائما نفشلوا بعضنا البعض. الخير موجود وأهل الخير موجودين، وربي عز وجل يبقي الخير هذا حتى يفني الأمة كاملة باش تقوم الساعة، حتى تفنى الأمة. ولن تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. علاه؟ لأنه راحوا أهل الخير. إذن احنا ما دامنا موجودين الخير كاين ناس تبكي في سبيل الله، كاين ناس راهي تقاتل في بني صهيون، كاين ناس راهي واقفة على ثغر من الثغور، كاين ناس راهي توكل في سبيل الله، كاين ناس تنفق، كاين ناس تبكي على المرضى، كاين ناس راهي تمشي في الجنائز، كاين واحد مسبل حياته كاع يمدغ لك فن، المريض الميت لي يلقى لك فن في سبيل الله، يقول لك جا واحد تبرع به. كاين ناس يمول القبور، هو يحفر القبور. كاين ناس يروح للمرضى في المستشفيات، هو اللي يتمول بالعمليات الجراحيه وهو اللي يعطي لهم الدواء وهو يشري امور. تروح احيانا صيدليه يقول لك راني حاط واحد الدواء، جا واحد خلصوا كي يجوني ناس فقراء ولا نعطي لهم. دائما كاينه هذه. ثم الناس كاين فيها الخير، الناس تبني في المساجد، المساجد كلها تقريبا بنوها الناس. يعني تصوروا ان هذا كله يدل على ان الخير مازال موجود في الامه. كاين ناس جمعيات خيريه، كافي اليتيم، كافي المطلقات، الارامل، الناس تحفر في الابار، الناس راهي وقفت يعني اراضي كبيره جدا خلتها في سبيل الله. يعني تصوروا ان الناس اليوم الحمد لله الخير موجود. احنا ما نقنطوش من رحمه الله. لن نعدم خيرا من رب يضحك كما قال الصحابي النبي عليه الصلاه والسلام قال؟ قال يضحك ربنا لرجلين يقتل احدهما الاخر فيدخلان الجنه. قالوا كيف يضحك ربنا يا رسول الله؟ قالوا يضحك ربنا؟ قالوا نعم. وش قالوا هذاك الصحابي؟ قالوا إذن والله لن نعدم خيرا من رب يضحك. بالخير كاين، قالوا ما كاينش مشكل. ولذلك قال الله عز وجل إن الله لا يمل حتى تملوا. شوف، لا يقنط الإنسان من رحمة الله، لأن رحمة الله عز وجل واسعة أكثر مما نتصور، وكل عسر سيأتي معه يسر. والشيء الأخير الذي ربما أو ما قبل الأخير الذي أوصيكم به هو أحسنوا التعامل مع أفعال الله. وش هي أفعال الله؟ القضاء والقدر، وسر حياة الإنسان في القضاء والقدر. احنا عندنا حياة، هذه الحياة التي نعيشها وش فيها؟ فيها عطاء ومنع، وفيها أضحك وأبكى، وفيها يؤتي ويمنع، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، وفيها أضحك وأبكى، وفيها أغنى وأقنى، وفيها أمات وأحيا، وفيها الأول والآخر والظاهر والباطن والمعطي والمانع. إذن الله عز وجل أن الحياة تاعنا وش درنا فيها؟ كما يوسف عليه السلام، على ربي سماها أحسن القصص. نحن نقص عليك أحسن القصص. ما كاش واحد فصل له ربي حياته كما يوسف عليه السلام. علاه؟
يوسف عليه السلام السر في قصة تاعو ماشي فقط في هذوك اللقطات اللي يديروهم لنا في الافلام تاع يوسف عليه السلام. السر هو عقدي، توحيد مع الله. يوسف عليه السلام شحال كان في عمره كي خاوته نواو يرموه في البير؟ شحال كان؟ في عامين 3 سنين، بمعنى انه ماهوش عارف كامل الناس واش راه يدبر عليها. وخاوته داروا ماذا؟ اجتماع على اساس انه حكموا عليه بالاعدام، اقتلوا يوسف. المليح فيهم شرير قال لا تقتلوه، القوه في غيابه الجب، تخفيض الحكم من الاعدام الى الالقاء في البئر. يوسف عليه السلام قبل البئر شاف منامه هو صغير، وشن هي؟ انه هو الخوت وبابه ويمه كامل ساجدين له. وهذه القصه هذه اضحكته، ربي ضحكوا بالمنامه، ومن بعد بكاه في البير، ومن بعد ضحكوا في القصر، ومن بعد بكاه في السجن، ومن بعد ضحكوا بفقدان اخيه، ومن بعد بكاه بفقدان اخيه، ومن بعد ضحكوا برجوع اخيه، ومن بعد بكاه بوجود اخوته الملاقات، وبعد عاود ضحك ربي عز وجل بإسجاد أو إخضاع جميع أولئك الذين مكروا له بين يديه، خروا له سجدا. هذا يوسف عليه السلام ربي يحب يقول لك باللي ما بين إني أرى هذيك الرؤية هذيك وهذيك السجود، ما بين البداية والنهاية فيها أضحك وأبكى، أضحك وأبكى، أضحك وأبكى بزاف. وانت تاني ربي مضحكك ومبكيك، وانا مضحكني ربي ومبكيني، وكامل الناس الخلق نتاعو ربي اضحك وابكى، اضحك وابكى. وهذه الحياه، اضحكك من اجل حكمه وابكاك من اجل حكمه. اذا الان احنا هل نستطيع ان ندرك افعال الله؟ لماذا؟ ما بالناش. القدر هو سر الله في الكون، واعطانا ربي قصه في نهايه سوره الكهف تحكي لنا الاقدار. شوفوا سوره الكهف، قصه الخضر مع موسى، وش لقوا؟ سفينة وغلام وحائط الغلامين، 3 قصص. السفينة بين لنا ربي فيها أن كاين نعم لازم ربي باش تدوم لك هذيك النعمة لازم تقعد ناقصة، لو كان يكملها ربي تروح. السفينة لو كان قعدت كاملة يديها الملك ولا ما يديهاش؟ يديها. وش دار له ربي عز وجل؟ خرقها، قعدت نعمة ناقصة. شو السفينة ومتقوبة، بصح تقعد سفينة، نقعدوا نستطيع. يرزق إنسان ابن معوق، نسأل الله السلامة والعافية. تلقى امرأة مسكينة تتمنى عندها ذرية كذا، وبعد ربي يعطي لها طفل ولا طفلة مريض عقليا ولا ذهنيا ولا حركيا ولا ناقص. وكان بعد 5 سنين 6 سنين هذه تربي الكبدة عليه، يمرض شوية الله قريب تديه، خليه يموت ياك معوق. تقول لك لا أنا خليه كيما راه، المهم يعيش لي انا، المهم يعيش. بصح مريض يتعبك هذا، لا يعيش. اكي حابه النعمه تبقى ولو ناقصه. شو هذيك النعمه؟ ولذلك واحد واش قال لي زاد عندي طفل معوق، طفله معوقه، اعطاني حكمه مليحه. قال لي شوف، قال لي كي زاد عندي، قال لي المراه بدات تبكي. قالت له كيفاش هذه المراه طفله ونعيشوا بها شو عظيم. تصوري هذه كيفاش المراه هذه تعيش؟ تصوري هذه المراه دائما تقول ولا انا ربي اعطاني وانا كذا، هي تتعذب وراح تزيد تعذب عند الله. بصح دوك الان واش دير؟ تستثمر حياتها وتعيش مع الله عز وجل. هي نعمه لكن ناقصه. انت دوكا ما على بالكش النعمه دي كيفاش عامله، بصح ناقصه. كاين نعم ربي راه ينقص لك منها، تشوف فيها عيب، بصح المهم الدوم. راهي ربي داير لك فيها خير كبير انت ما كنتش فاهمه. تقدر تكون في زوجك، تقدر تكون في سيارتك، تقدر تكون في دارك، تقدر شحال من حاجه ربي عز وجل ماهوش مكملها لك باش تبقى لك دائما كيما السفينه. وكاين نعمه لو دامت لهلكتك، ينحيها لك ربي، يديها لك كامله، الاثر تاعها ما يخليه لكش. كاين امور ربي ينحيهم لك، تقول كانت عندنا هذيك يا خا بدلنا، رحنا الدار هذيك بدلنا دار واحده اخرى، غلطنا وكانت هذيك. وبعدين يولي الانسان دائما يتاسف على اشياء كثيره. ينحيها لك ربي هذيك النعمه كانت عندك ونحيها لك. علاه؟ كان جاي فيها شر كبير انت ما كنتش على بالك. هذاك الغلام قتلوا الخضر، ولكن موسى قالوا علاه قتلت الطفل هذا؟ قالوا هذا الطفل هذا راح يكبر ويحكم والديه يعذبهم عذاب شديد باش يولوا كفار.
تصوروا والديه درك والله ما على بالهم، والديه درك وكان يحييهم ربي يقولوا لنا والله ما نسمحوا له هذاك اللي قتلنا وليدنا، وكان نلقاوه نقتلوه، ونقول لهم لا احنا قرينا الصوره فهمنا انتم ما فهمتوش، هذاك وليدكم اللي قتلوا الخضر كان راح يكبر وكان راح يعذبكم باش تكفروا. يقولوا لنا الحمد لله الخضر وين راح نعطوا له كادو كي قتلنا وليدنا جزاه الله خيرا. اذا الان وكان ربي يكشفنا، الامام ابن القيم واش قال؟ لو كشف الله لنا ستر القضاء وكان ينحي لنا ربي الستار ونشوفوا الاقدار لرضينا بما نحن عليه، نقولوا ربي خليني كيما راني، بصح ما نشوفوا واش كاين ورا الستار. اللي يعلم وراء الستار هو من؟ الله فقط. ولذلك ربي عز وجل احيانا ينحي لك واحد النعم غير ينحيهم لك قولي الحمد لله، هذا تقدير الله عز وجل، قدر الله ما شاء فعل. ولهذا عمرك ما تتأسي ولا تأسوا على ما فاتكم. قال لك ربي انا نحيتها تجينيك، هذه تجينيك انت ما على بالكش، انا نعلم انا نحيتها، انت لازم تسلمي اقدار الله عز وجل. وكاين واحد النعم كانت راح تروح وربي عز وجل واش دار لها؟ ربي عز وجل عاود حفظها لك وانت ما على بالكش بلي كانت راح تروح، وبلي ربي سخر لها ناس وعاودت هذيك النعمه جاتك وانت ما على بالكش بلي النعمه هذيك حفظت بفضل ناس واحد اخرين وبفضل الله تبارك وتعالى. يعني كاين شحال من حاجه ربي كتبها لك ليك وحفظها لك ليك وصانها ليك باش توصل لك ليك انتيا. ولذلك الانسان لما يعيش مع اقدار الله يرتاح، واقدار الله عز وجل حنا سبب السخط نتاعنا. الناس اللي راهي تحسد الان واش عندها مشكل؟ قدر. الناس اللي راهي تنتحر القدر. الناس اللي راهم الان دائما عندهم ضيق في الصدر القدر، راهم يقارنوا نفوسهم مع الناس، عايشين بمشاعر الناس. كاين الناس ربي يعطي لهم وما يحزنوا، وكاين الناس ربي ينحي لهم وما يفرحوا. ثم نجاحات الناس راه يتزعف فيك انتيا، ورسوب الناس ومرض الناس وموت الناس هم يفرحوا فيك. الحاسد يعيش بماذا؟ بافعال غيره، غيره يفعل وهو يشعر. ان تصبك حسنه تسؤهم. شوف الان هذو الناس عايشين هكذا، تتعبي بزاف، عيشي لنفسك انت الان وتمني الخير لغيرك، لان الاقسام تاع الله ارزاق الله يقدرها ربي عز وجل على الناس بحسب احوالهم. قد يعطي ربي عز وجل الدنيا لمن لا يحب، وقد يعطيها لمن يحب، ولا يعطي الايمان الا من يحب. وقتاش تبكي على روحك انت؟ روحه ما عندوش الايمان، يعلم ان الله لا يحبه، فاللي يبكي على نفسه وليسترجع ايمانه باش يعاود يرجع محبه الله ليه ويشوف عليها ربي ما واش يحبه. ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام ماذا قال؟ ان الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب. قبلها واش قال النبي عليه الصلاه والسلام؟ ان الله قسم اخلاقكم كما قسم عليكم ارزاقكم، وان الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الايمان الا لمن يحب فقط. كي تشوفي روحك مؤمنه قولي هذه علامه ان الله يحبني. كي تشوفي روحك بعيده والايمان ضعيف وراك تضيعي في صلاتك وتضيعي في ذكر الله وبعيده وداخله في الغيبه والنميمه والامور اللي ماشي ملاح، ديري بالك بلي في هذيك اللحظات راه ربي ماهوش يحبك. لازم تعاودي تستدركي امورك باش تعاودي ترجعي محبه الله ليك. ولذلك نحن اليوم لما نعيش مع هذه الحياه بهذه الطريقه راح نعيشوا مرتاحين. لماذا؟ لاننا نتعامل مع الله تبارك وتعالى. الحاجه الاخرى وهي الاخيره ان الانسان يجب عليه ان يعيش ذاكرا. كيفية التعامل دوك نذكروها بعد النقطة هذه نذكروها إن شاء الله. الأرض راهي نشفت باش ناكلوا، أعطينا الماء نروحوا نطلبوها. الآن علاش ما نطلبوش ربي عز وجل يسقينا القلوب اللي راهي نشفت؟ علاش كي ينشف قلبك ما تبكيش؟ علاه رانا نخمموا غير الماديات، ونحن في زمن المادية دوك، رانا في زمن مادي أقسى قلوبنا بالمادية، حتى ولينا الآن نفكروا دائما في شيء حبينا نخرجوا من الدين باش ما يفتح علينا ربي. يعني ولا الانسان يفكر في اشياء كثيره من الماديات، حتى ولا الانسان ما يهموش الدين. والناس راهي هامله. شوفوا الان تصوروا الان لو كان حنا دركا هنا درنا برا بروموسيون، شحال دوك القاعه وكان جبنا معنا الناس يحاوزوا الناس، وكان درنا بروموسيون كاين لما عن كسرونا زوج ب 10000 كذا. من تشوف هنا كيفاش الدنيا راهي تضارب هنا ولا لا. تسمى بصح كي تولي مساله روحيه يقول لك تسمى امور تاع الدين هذا مشهور هوايه، شو رانا نديروا فيه هوايه احنا. ولذلك الان الناس ولات ما تهماش الروحانيات. علاه؟ لان التعلق بالله ولا قل.
ولات القلب ولا مادي، اقسى القلب كي يولي مادي يقسى. على الناس راحت للسحر والعياذ بالله. شوفوا الان اللي تهضر ما يقول لك عندي السحر، عندي حاجه توجعني هنا، عندي كذا، نحس منها اني نرقي، اني كذا، مسكينه داروا لها، عملوا لها، داروا لها كذا. علاش ولينا لهذا الشيء هذا؟ ولينا ماديين، ولي عندنا الماديه، راحت نرحم من قلوبنا. وهذه القلوب هذه يا ربي عز وجل واش دار لها؟ دار لها تسقيها، لازم كيما هكذا شجره تسقيها. والقلوب هذه تصدع، يحكمها الصدع، وتمل وتقسو وتيبس، كما قال الله تبارك وتعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ولكن احنا الآن عندنا أمل في الله عز وجل، اللي قال لنا بعد هذه الآية: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. شتو كي يتكلم على القلوب تكلم على الأرض، تكلم على القلب تكلم على الأرض. يحيي الأرض بعد موتها ويحيي القلوب بعد موتها. حياة القلوب بذكر الله. تحبي تعيشي حياتك مليحة ومرتاحة، كاينه واحد الدواء نشربوه في كل وقت وهو ذكر الله. ولذلك إن لك في النهار سبحا طويلة. ربي عز وجل علاش درنا في كل حركة فيها ذكر؟ هيا وري لي انت دركا كاش حركة تقدري تحركيها في الدين تاعنا ما فيهاش ذكر كلش. واحد كي ينحي لباس يقول بسم الله، كي يلبس يجيب دعاء، كي يدخل دارو السلام عليكم، يخرج من الدار عنده دعاء الذكر، دخول المسجد، خروج من المسجد، دخول الخلاء أعزكم الله، خروج من الخلاء، أي حاجة، الأكل، الشراب، في كلش، فراش الزوجية، كلش. يعني أي حاجة عندنا فيها ذكر الله تبارك وتعالى. لماذا؟ في الصباح، في المساء، أثناء النوم، عند الاستيقاظ من النوم، يعني كل حركة عندنا فيها ذكر. وش معناتها؟ وش معناتها الذكر؟ ما معنى الذكر؟ الذكر هي السقيا المستمرة للقلب، بأن القلب هذا لو كان نحبس عليه الذكر يموت. هذه واحدة. ثانيا ماذا الذكر؟ ما هو الذكر؟ الذاكر للشيء هو الذي يحبه. وش معناتها؟ الإنسان كي يحب حاجة يقعد يحكي عليها بزاف. دوكا الآن كانت واحدة فيكم زعما عندها الهواية تاع الرسم، تحب الرسم، تولي غير الرسم تحكي عليها، تحكي غير على الرسم. لو كان واحدة تحب الخياطة تحكي غير على الخياطة، وواحدة تحب الطياب تحكي غير على الطياب. تسمى الآن حنا كي نحبوا حاجة نحكوا عليها بزاف. وحنا كي عندنا المحبوب الأول هو الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. يعني إحنا المحبوب الأول هو الله أكبر. لذلك إحنا صلاتنا، صيامنا، قيام إقامة الصلاة، الأذان، دائما عندنا حاجة الله أكبر الله أكبر في الإقامة. دائما الله أكبر هي اللي كثروا منها بزاف. علاه؟ لأن دائما رانا نبعثوا شعار ونرفعوا شعار كبير، وهو أننا إحنا المحبوب الأول اللي ما نقدموا عليه حتى واحد هو الله. عندنا الله هو الأول. ما دام الله هو الأول، أنا كي نكون ناكل وش يصرى لي شهوة الأكل. فإذا لما نذكر الله أني نبعث له رسالة ربي عز وجل، نقول له رغم أنني راني ناكل أني نأدي في شهوة البطن، بصح ما ننساكش أني ذكرتك، قلت بسم الله، وكي نكمل نحمد الله. سما أني نبعث له رسالة ربي بلي ما ننساكش، وين نروح ما ننساكش. نوض الصباح ذكرتك، في العشية ذكرتك، كي كنت نرقد ذكرتك. يعني استمرار الذكر هو رسالة من الإنسان إلى الله بأن الله هو المحبوب الأول الذي لا ينسى في كل الأحوال. عندنا وين نروحوا؟ السفر، الحضر، وين راقدين نايضين، دائما نذكر الله تبارك وتعالى. اتصوروا أن الإنسان حتى هو راقد، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأى أحدكم في منامه ما لا يعجبه أو ما يزعجه فليدفل، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ولينفت عن يساره ولينتقل، إن كان على اليمين ولا على الشمال، يصنعه أحد من الدنيا. الدعاء عجيب. احنا الذين مل. الدعاء أمر مهم جدا، حتى ولو ربي ما يعطيك شريك الحاجة وتبقى انت يا عامين 5 سنين 20 سنة وانت تدعي أعطيني ما أعطاكش. أن يدفع بها عنك شرا، شلون ما يمدلك شريك الحاجة، بصح كان جيك شر كبير شو بيها خلصتي راح لك الشر هذاك، أو أن يدخرها لك يوم القيامة. يقول العلماء هذا أفضل حاجة أن يخبيها لك يوم القيامة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أهل العافية لا يتمنون أن يردوا إلى الدنيا يوم القيامة. إن أهل العافية يوم القيامة يتمنى أحدهم لو رد إلى الدنيا فيقرض بالمقاريض، يقطعه بالكلاب. علاه؟ مما يرى من نعيم أهل الابتلاء في الدنيا يوم القيامة.
يعني كي يشوف الجوائز تاع الناس اللي ابتلاهم ربي، اللي كانوا يدعوا ربي في الدنيا وما عطالهمش، خباها لهم، قال نخبيها لكم، انت تاع اخره، انت راني حاب نعظمك يوم القيامه، راني حاب نرفع قدرك يوم القيامه، راني حاب نطلع لك مكانتك يوم القيامه. سما يخبيها لك، قال قولي هذا كي موش يمد لي ربي، انا هنا معناتها كاينه حاجه، والله غنزيد نكمل في الدعاء، نكمل ربي دائما نطلبه. ولما يرى ربي عبده دائما يطلب، واش معناتها؟ معناتها اني ربي يدير فيك امل، وعلى بالي سمعتني، وعلى بالي ماكش حاب تعطيني دركا لانك تخبي لي في حاجه خير منها، بصح والله غنبقى ندعيك. هذا هو انجح انسان. ولذلك واش يقولوا الدعاء هو العباده، لماذا امام الله، وربي هو الغني الحميد. هذا هو العباده الحقيقيه، مقام الافتقار ومقام ماذا؟ الغنى تاع رب العالمين. الوصيه الاخيره، كيف تتعامل اي امراه عندها واحد مدمن في البيت؟ شوفوا الادمان تاع المخدرات، النوتات هذوما ماسونيه، هاد النوتات هما نوتة موسيقيه، شغل رنه موسيقيه، هذه تتباع بالكارت فيزا، يشروها الاولاد بعد ما يتعلموها ويذوقوها لهم كما المخدرات، يعطوها لهم باطل مع الاول ومن بعد يعود يشريها. هذه النوتة هذه يديروها ويحطوا الكتمان، انت ما على بالكش شو يسمع وليدك، ومن بعد يعود يدخل في يتخدر، هي تضرب واحد الاعصاب، يولي مخدر كي اللي يشرب حبه كاشي. وهذه النوتة المخدرات الموسيقيه يسموها، تدخلي اليوتيوب تقراي عليها روبورتاج بزاف كاين عليها، وتكلموا عليها في بلادنا وجوزوا عينات ونماذج كثيره. هذه مصيبه ثانيه، هذه كاين بزاف ناس ما على بالهمش، وهذه نهايتها دائما في الاعاقه والجنون واشياء كثيره. الحاجه الثانيه هي المخدرات اللي راهم يتناولوها الناس، والمصيبه انها انتقلت لبناتنا الان. احنا قبل ما نتكلموا على المخدرات، اولا انت كيفاش تفيقي لبنتك ولا وليدك بلي عنده مخدرات ولا عنده مشكل ولا عنده علاقه غير شرعيه، ولا بنتك عندها حاجه راهي في طريق ماشي مليحه، كيفاش تفيقي لها؟ احنا عندنا واحد الحاجه، نعرفوا وقتاش نغفلوا ونعرفوا وقتاش نفيقوا. مشكل الغباء في نفوسنا، الحمد لله لا كل واحد في شمبرته كذا، الحمد لله كذا، باش تحسي انت روحك مرتاحه. وهذه المشكله. مثل الاباء ثاني نفس الشيء، يحس روحه مرتاح، هما واش يديروا؟ يغمروا روحتهم. تشوفي بنتها بلي ماشي نورمال، بلي بنتها ولا تسقم روحها بزاف، ولا تشبح نفسها، طفله ماهيش مليحه، بالكش ما يتشرب، بالكش ما عندها علاقه ماشي مليحه، طفل ماهوش نورمال، او جا عيني حموره، بصح تقول لك لا ني سقسيتو قال لي لا الملح برك دار في عينيا وخلاص هذا ما كان. هي ما تحبش تدقق مليح. على ما تحبش تدقق مليح، اي حبه ماهيش حابه تسمع حاجه ماشي مليحه، باش تقعد مرتاحه. كيما موالفين نمدوا التليفونات لاولادنا، يسكت عليا او يتفرج، واش راه يتفرج؟ هم يعلموه في امور ماشي مليحه. شوفي الميكي اللي يتفرج فيها تعرفيه ما على باليش، المهم يسكت. شفتي انت هنا غير تشعري بالراحه، تما الضربه راح تجي، هذيك هي الضربه. بصح انا نسالك سؤال، لو كان امراه تشك في زوجها واش تدير؟ تجيب كل عمليات الاستشعار وتدير كل عمليات التجسس، وتولي فاطمه هي راقده في الليل وفاطمه تفكر علاه لازم نفيق تبدل ولا دير كذا ولا علاه، لان الان شعرت بالخطر. نفس الخطوره ديريها في وليدك، ونفس الخطوره ديريها في بنتك. علاه كي حبت تدخلي لا زون دو كونفور، يعني منطقه الراحه مع اولادك، وما تدخليهاش مع زوجك. الان لازم ديري نفس الحاله مع اولادك، لان الان انا يخدم معايا واحد مثال، هذا يخدم معايا في البيرو، وانا انا وياه 20 سنه وصاحبي ونسافروا كيف نهار تصرى له حاجه في الدار، مشكل مع المراه تاعو ولا كذا، وكي يجي يبدا الصباح نفيق له صاحبي خاطرش، نقول له اسمع ماكش مليح اليوم، روح نسق قهوه واحكي لي واش كاين. نفيق له لانه صاحبي، وانت يا وليدك ما فقتيلوش وبنتكم ما فقتيلهاش، تسمى كاين خطا. ولذلك حنايا واش وصلنا العالم الثالث المتخلف، ولينا دائما عايشين غير حل الازمات، ما عندناش استباقيه. علاش ماشي انايا نفيق له في النهار الاول؟ علاه كي نجيبوا ولادنا دائما تجي تقول لك يا شيخ شوف وليدي هذا عنده ادمان. علاه عنده ادمان؟ تقول لك شحال عنده الادمان؟ 7 سنين. شحال هذاك اللي فقتي له؟ عامين. 5 سنين كامل ما فقتيش لوليدك، خاطر كنت تكل ورواحك، كنت انت دائما ماشي فاطمه. لذلك الان احنا وقتاش يسهل لنا باش نداوي ولادنا، نداويهم في البدايات. وبنتك قبل ما تجيب لك مشكل من تما نداويها، قبل ما نقعدش انا لا قالت لي كنت مع صاحبتها، لا ما نحوش نفهم، كنت نتحقق نشوف مع من كانت.
علاه لو كان زعما الزوج تحقي كيما معاها، تحقي نفس الشيء. علاه؟ لانك انت حابه تدخلي منطقه الراحه، حابه ترتاحي، خليني ما قدرت لهاش خلاص كذا، تحبي ترتاحي. فلذلك هذيك حب الراحه يخلينا نتاخروا بزاف حتى تتفر باش نفيقوا لاولادنا، حتى تطيح المصيبه. الاخت تاعك اللي جات تزورك خالته يسرقها، الان تولي واش عندك؟ يولي عندك مجرم في الدار، قرعه تاع الغاز يديها يبيعها. كيما واحد باباه نحى لاباراي تاعو باش يغسلها، حطها في الجافيل فيها الذهب باعها، فمه تاع باباه باعو. تصوروا كاين واحد باباه مسكين يطم باش يخلص الكرا تاع الدار كاري بالعام، خبى دراهم تاع 24 مليون 2 ملايين الشهر يخلص الكرا، جدهم 24 مليون كلاهم في نهار. الاب هذاك مسكين كل يوم ينحيم شهريه. تصوروا باللي الانسان كان يستمنى ويتمنى، وهذاك الطفل كي زاد كان بيبي صغير وفرح به وداروا العقيقه ويفرح به ودار له طمينه وما شاء الله ولبس وليدي ويكبر فاذا به كي ولا طويل على بابه ويماه ولا مجرم. احنا رحنا للسجون شفنا امهات المساجين هذوك اللي كنا في السجن نقدر نهضروا معاهم، قلت لهم شوفوا دقيقه سمحوني نوريكم واحد الحاجه. هذوك المساجين اللي كانوا معانا واحد 500 واحد، قلت لهم دقيقه نوريكم واحد الحاجه، قلت لهم شوفوا يماتكم وراهم راهم في الدخله تاع السجن، راهم ينحوا التليفون يتنحي مسكينه منا وتحط في حوايجها وتحط في الصاك تاعها وكذا، ويقولها رفدي يدك ودخلي جوزي منا، جوزي الباب هذا، خلي التليفون تاعك منا، بدلي القفه هذه، وجايبك لونديستا ب 500 ولا مليون، وجايه من ولايه واحده اخرى، وجزت عليهم انا لقيتهم كاع برا قاعدين على الطريطوار يستناو في البرد وقاعدين يستناو برا باش تلحق العشره يدخلوا يزوروا وليدها ربع ساعه، وكي تخلص ربع ساعه هذيك ما نحكيلكش على الدم عليك دوك. والله ما تزيدي ترقدي، انا نسهر برا وانت ديري هكذا حتى ندخل انا الدار، والله ما ترقدي، تقعدي نايضه حتى 3 تاع الليل حتى ندخل انا، حتى تسمع هي او تخل خلاص سخن العشاء كلا اي درك نرقد 2 سوايع وتعاود تنوض مسكينه. اسمع له نعذبك، نقعد نعذبك حتى تموتي ونقعد نجري فيك، وكي تسمعي بلي لابوليس حبسوك قدام الدار والله العظيم غير لسانك يخرج من عينك من الخلعه، تتخلعي قلبك يخرج من فمك ودوك نخلعك مليح. هذا هو الكلام تاعك انت. كي تكبر تولي انت اكبر من امك وتولي طويل على بابك، تعود دير هكذا في داركم، تولي ما تامنيهش، تولي ضيافه يجو تخافي، بالك دير سلسله تاع فلانه حطت صك تحدى لها حاجه، سرق منا، تولي خايفه. الناس عبوك واش داروا ينحي لابريز يديها يبيعها. تسمى الدار دا كلش. ولذلك مؤخرا واحد مدمن عنده بناته، هو الاب مدمن، عبوك دار عنده غير البنات، نحى لهم المطارح، علمتيهم وانا قلت لك ما تقوليلوش خلاص. دوكا وقع الفاس في الراس. اين نديروا الحل؟ اول حاجه نديروا الحل، لازم وليدنا هذا المدمن ولا بنتنا المدمنه يشوفونا بلي رانا متحدين، الاب والام متحدين. الحاجه الثانيه اننا كاينه واحد الحاجه